لقيته مع بنت قد ولدي الوسطاني خيانه، كيدوي معاها في الليل. هي راسله ليه فيديوهات ديالها كتشطح، الصور ديالها بالاوديوات، هو صباح الخير وريتي انا كرا ما نبغيكش تدبالي ليا، اشنو كتبغي نشري لك. هي زايده في 2005 وهو زيد في 77، كبر منها ب 30 عام. والمشكله هي انها قريبه ليا في السكنه، بنت جيراني، بينه وبينها غير زنقات، ما كيمشيش هذا السيد للبعد. ولا عاشقته الاولى اصلا فايتها هو شادها معاها ودرت ليه التليفون ديتو عند البوليس ودا، حتى هي كنتقدم من عند باها وخوتها، كنمشي عندهم كنعرفهم وكيعرفوني. لكن الحاجه الوحيده اللي بقات فيا هي انني ناضلت معاه ووقفت معاه في الزناقي، كنقول يا ريت كون ما وقفتش معاه تترسم السيد. انايا بديت معاه من الصغر، مني تزوجت به كان خدام غير في شركه ديال سميتي ريجي لانه ما كانش مرسم. بديت معاه بملح صغيره وبوطه صغيره، ووقفت معاه 10 سنين وانا معاه وهو ما مرسمش. ومني طالب الترسيم كنبات معاه في الزناقي، مشيت لكازا بت يومين قدام الاداره ديال كازا صايمه في شهر 8، وكان نغوتو في الزناقي وفي الشوارع كنطالب بحقوقي. وقفت معاه وقفه ديال الرجال انا ووليداتي، بتنا في الزناقي ومرضنا بالبرد، ما خليت ما درت معاه، وكنكمل المصروف ديالي من دارنا. كان مازال ما مرسمش، كان واقفه معاه على حساب تنطالبوا بالترسيم. القمح، السلعه، اي حاجه كنجيبها من دارنا مده عامين، حتى من كسوتي وكسوه ولادي كنجيبها من دارنا، لدرجه امي كتعطيه هو الفلوس ملي كيبغي يمشي لكازا ولا على شي وقفه ما كينصيبش باش امي كتعطيه باش يركب. يعني زوجه صابره مع راجلها، كتقول دابا يحن الله نبني معاه شويه بشويه داك الشيء اللي كاين هذيك الساعه. باقي هو كيبين لي ما كيديرش معايا هذا الشيء ولا كيدير معايا دابا. كان مزيان. وقفت معاه في 2011 مشينا لقدام الاداره ديال لوصيفي، جاه الترسيم من تما عطاوهم قرار. 2011 عطاوهم قرار ديال الترسيم. جينا غير بدا في الخلصات الاولين، ماشي بدا كيتخلص داك الشيء اللي عانيت معاه انايا، وقفت معاه ما كيمشي ياكل في الزنقه، كيقدر يجيب ماكله يطلع لدارهم الفوق ياكل يهبط. نشوف انايا يعني من بعد الترسيم بديتي كتلاحظي التغيير؟ بديت كنلاحظ مباشره من وراء الترسيم بدا كيتغير. زيتي واحد وحطيتي واحد. اول حاجه من الفلوس صافي تقلب. اول حاجه بدا هي داركم ما تبقاش تدخل عندي، بدا بعائلتي هي الاولى. قالك داركم اللي هي ديك الام اللي كانت تعطيكم القمح واللي كانت تعطيكم وتعاونكم. قالك ما تبقاش هذيك امك ما تبقاش تدخل عندي لداري. علاش؟ شنو السبب زعما؟ قال لك والديه قالوا لي بانه هذيك هي اللي ولات امك، نسيبتك هي امك. مني كانت كتعطيه وكانت كتصرف عليه ما كانوش كيقولوا، وليني من يترسم ولو كيقول ليها رزقك غديه نسيبتك. منع الام ديالي قال لي ما تبقاش تدخل، ورسلها ليها مع الاخت ديالها اللي هي خالتي، قال لها اختك ما تبقاش تجي عندي لداري. منع عليا خواتاتي، منع عليا كلشي، ما بقاوش كيجيو عندي. وإلا كانت حتى شي مناسبه عند خواتاتي ولا شي حاجه ما يعطينيش باش ندي كادو ولا ولد خواتاتي ولا نمشي. منع عليا العائله بصفه عامه، ما نعزي ما نبارك ما والو. قلت ماشي مشكل، عندي وليداتي ماشي مشكل. شويه وليت كنتفاجئ به، كيمشي 3 ايام في السيمانه، كيمشي الجمعه السبت لحد ما كيجيني حتى الاثنين. هادشي ما كانش كيديرو ما كانش كيديرو. ولا كيشرب الشراب ما كانش كيشرب، ولا كيترافق مع الزوافريه اللي كارين ديور، ولا كيمشي ما كيجيش. تولي تقولي يا ريت بقينا غير كيكنا في داك يا ريت داك الشيء القليل. ملي كنا عايشين بالقليل كنا عايشين هاني. بقيت صابره معاه، مره يدبوا معاه الجيران، مره كينوض يصوتني يعيطوا الجيران على البوليس. المهم بزاف ديال وملي كيمشي هذيك 3 ايام الجمعه والسبت والحد ما يجيك حتى الاثنين قلتي تيجيني. شنو باش كيفسر الغياب ديالو؟ كيقول لك مشيت عند خواتاتي. علاش كتسولي تيا؟ انا كنت في دارنا. انا ملي كنصاوني لي على مو ولا باه كيقول لي ما كاينش عندنا. بقات من 2011 حتى 2017 دار لي دعوه الطلاق، خرجني من الدار، جرى عليا انا ووليداتي لمده 3 سنين وحنايا في دارنا. طلقك؟ ما طلقنيش، جرى عليا ودار لي دعوه ديال الطلاق. وشنو دار في ديك الدعوه؟ هذيك دار الدعوه ديال الطلاق من قالوا ليه شحال يعطيني وشحال جاني صافي، ودار لي الرجوع للبيت الزوجيه. ما دار لي الرجوع حتى 2019. ما قدرتش على دوك المليينات يحطهم، ما قدرش على المصاري حتى 2019 دار لي الرجوع. فهذيك 3 سنين عانيت المرار مع ولادي، لدرجه ولادي درت لهم سنه بيضاء، ضاعت لهم القرايه وما بغاش يعطيهم انتقال.
واضطريت مشيت على طريق حتى المحكمه. الوليدات دفعوا الثمن، ضاعت ليهم سنه من العمر ديالهم، لانه في شهر 5 بقات ليهم غير شي شهرين على القرايه وضاع ليهم العام، ما دوزوش الامتحانات. مرضوا تعقدوا ليا نفسانيا، ولا كيصوتهم ولا كيعنفهم، وعندي صور وعندي بزاف ديال الشكايات. الصور اللي وريتيني الا كان زعما هو الفاعل بوليداتو داك الحرق وهذا راه لا اله الا الله. ودابا حاليا المكازا عندي بلاصه داير فيها طوال وكيعدف فيها ولادو كيربطهم. غير مؤخرا ولدي مني طلقته هرب ومشى بات في الجوطيه مع العساسه سارد، وكيدير لي متيه، كيدير لي التعذيب ديال لابيج. دابا حاليا باقيين ولادي لابيجي ما كاينش فيها هادشي اللي كتقولي، كيدير لهم التعذيب، الحرق وهذا راه ما كاينش. تيخوي عليهم الماء بارد، يصوتهم ويدخلهم للطواليت يخوي عليهم الماء بارد في الشتا. شحال في العمر ديال الوليدات؟ دابا ولدي واحد عنده 18 وواحد عنده 13، والدريه الكبيره هربات من الباك، تزوجات صافي، تلاقات مع واحد مشات. الله يسهل عليها، بخير عليها، بخير هانيه الحمد لله. وليني التاير كانت باغا دير مستقبلها، ما كانتش باغا تزوج. دريه في الباك كانت باغا تشد الباك، كان الحلم ديالها كتقول لك انا نولي بوليسيه، نولي. كانت عندها قامه طويله داكشي. المهم الحمد لله تسترات بدارها بالزوج ديالها. بقاو لك دابا جوج الوليدات وبنيه صغيره عندها 4 سنين ونص. دابا ديك الدريه الصغيره ولات كتعيش غير درجه لا دخل هو للباب البيت اللي فيه انا وسد الباب كتغوت وكتقول لي لا حل الباب غضرب ماما. يعني لا تسد الباب راه الام في خطر. صافي 3 سنين وانا في دارنا. ملي دار لي الرجوع داني الواتساب، انا كنت ساكنه في خريبكه، داني الواتساب. مني دخلني الواتساب ولا مع البنات بالعلالي كيبات داوي حدايا في الليل كاميرا. انايا في بيت ابي الفيديو، انا في بيت نعاس وهو في الصالون داوي ابي الفيديو، انا كنسمع. وعاشقته كتصاوني عليه ملي كيكون خدام مع 6 ديال الصباح، كتصاوني عليه عاشقته. انا كنوضو حتى 5 ونص كتصاوني عليه عاشقته مع 5، كتقول ليه نوض تخدم حدايا. ولات هي اللي هازه ليه الهم. وانا كنسمع وواصلت لواحد الدرجه ما بقاش كيصرف عليا، ولا كيمشي عندهم لدارهم، ولا عايش مع عاشقته في دارهم بعلم باها وخوتها وما ومدخلينو للدار، وما بقاش كيمشي للخدمه مده شهرين كيمشي عندهم، ولا كيصرف عليهم. ومني كيجي للدار انا كنولي نبان ليه هنايا الوحش، خاصو يخرجني من الدار، كيضربني كيتكرفس عليا، يخليني بالجوع ما يتقداش ليا. الا لقاني بحال دابا جابت لي امي شي حاجه ولا رسلت لي فلوس تقديت شي حاجه، يلقى الطاجين كيطيب فوق البوطو كيهزو يهرسوا ليا، وعندي الصور وعندي الدلائل. هذيك الصوره ديال الطاجين زعما باش يخليني الفاعل، المهم الطاجين ما يهرس، باش يخليني بلا ماكله. انا اي حاجه دارها ليا كنصورها، يدخل الكوزينه يسقايبني كنشقى كيهبط ليا كلشي، وعندي فيديوهات تيقلب ليا الدار كامله، بيت نعاس يخوي ليا المرايو ديما بلا طي. دابا حاليا الا مشيتو للدار تلقاو ماريونا بلا طي، كيدير ليا حركات كيموتني يوم على يوم. واحد القضيه اختي، دابا نتيا كما تنقولوا الزوجه هي مولاة الدار، انت ما عندكش الساروت ديال الدار. ما عنديش. واخا دابا ملي غادي تمشي تدخلي كيفاش غنبقى في الزنقه. حل عليا هي ديك، ما حلش عليا كنسينتي يجي ولدي من المدرسه. ولدك عنده الساروت؟ عنده الساروت ولدي، ولا عطاه ليا كيقلعوا لي. وشدي الساروت عند ولدك وخرجي عليها. داير واحد السوارت ما كيدكش عليهم، ديتهم وما غلاض وماركه ما كيدكش عليها. يعني ساروت وحده عنده وحده عند ولدك. عند ولده ولدك الكبير وكيحلف عليه الا عطاني الساروت ولدي حتى هو ما يبقى في الزنقه انا وياه. يعني دابا الا مشيتي ولدك مازال ما خرج كيقرا، مازال كيقرا الا مازال ما خرج من المدرسه تسنى ولدك تيجي. نتسنى ولدي تيجي، ولا لقيتو يلاه مشى نسينو حتى العشيه نبقى في الزنقه. ما عنديش انايا 23 ديال العام ديال الزواج ما عنديش ساروت ديال بيتي ديال دارك ديال داري كامله حتى من الداخل، باش انني مني كيضربني وكيعنفني كنبغي نسد عليا محيد ليا الساروت من بيت النعاس، من الفصيل، من اي بيت عندي في الدار ما عنديش ساروت. يعني حتى باش تحمي في شي بيت وتسدي عليك ما يمكنش. ما كاينش. اي وقت مشاو يخرجوا البوليس ويشوفوا، انا قلتها في عده محاضر كنقول لهم راه كيحيد عليا الصواقط باش انني ما نحميش راسي، كيبغي باش من يضربني يتمتع في الدار ديالي. دابا انايا وليت عندي هوس ديال النعاس، ما كنعسش في الليل، كيخليني نسى كنعس، وكيجي 3 جوج ديال الليل كيضربني ناعس لظهري. فاش ما جات الدقه كيقول لي ونوضي انا راه مجوج بك ما جايبكش تنعسي. ولا واخا بالليل انا لما قديتيش تيا على الزواج نوضي ديري لي انا الموافقه، كيدير لي السباس باش انني نخرج من الدار، باش انني نمل وننطج. لدرجه ولدي اللي عنده 13 عام قال لي ماما غادي نوض الصباح باش نمشي نقرا، قال لي ماما انا ما ناعش. قلت لي علاش ولدي ما ناعش؟ قال لي راه ملي كنسمع التقرقيبه كنقول بابا راه غيجي يضربك في الليل. قال لي راه قلت لي
خليني انا مني اللي ركز في قرايتي قال لي تاثرت. انا ما مرة مني كنسمع الدرديفه راه كنوقف كنقول راه ماما غتاكل. تتضربي قدامهم؟ كنتضرب قدامهم وهما اللي كيجيو وكيتخلطني انا وياهم، كيجيو كيتلاحوا عليا. ما كيقدروش هما، واخا ولدي عنده 18 عام ما كيقدر يدير ليه والو. وحاليا لان باه حاليا شاهد معايا فهذا، واخا كيعايروا كيعنفوا داكشي، شاهد معايا عند البوليس قال لي مرا بابا ضربها. واخا اختي قلتي لي واحد الواقعه وقعات اللي صراحه خطيره بزاف، قلتي كنتي ناعسه وجا شعل فيك العافيه، عاودي لنا هاد الواقعه هادي. في 2024 في شهر 4 كنت مشيت عند خالتي عزيته، كان ميت ليها راجل الزوج ديالها. الوقت اللي انايا كان عند خالتي كنتفاجئ بالجندارم ديال الحطان كيصاونيو ليا. مشيتي تعزي في حطان؟ كيصاونيو ليا. جيتي من واتزم كيصاونيو ليا، كيقول لي فلانه الزوج ديالك راه كيتهمك بانك خارجه مع العاشق ديالك، انت فين كنت فينك. عطيتهم انايا العنوان فين كاينه، انتقلوا عندي لقاوني كاين في العزو وشوهني قدام العزايه والناس كلهم. وهذوك الناس كينتميو لدوار وهو فين اصلا فين زايدوا كلشي، والناس كاع عيبوا عليه. وقلت لي وحكيت لهم قلت لهم انا راه المعاناه ديالي ديما معاه بحال هكا، راه ديما كيتهمني في شرفي وديما كيتهمني بالخيانه، وقدام المحاضر ملي كنديه ضرب ولا شي حاجه كيقول لي مرتي خائنه وكينعتني بالخائنه وما عندوش شي دليل عليا. كنقول لي دائما جاو رجال الدار كالملاك لقاوك في العزو. لقاوني في العزو. شنو درتي ديك الساعه؟ ما درت والو صافي. هو داك السيد اللي جا داك الاجودان ديالهم قال لي هذه راه عنده بحال مضلل المخزن شي وشايه كاذبه. الا لقيناه راه غنلقاو عليه القبض. مني طلعوا ما لقاوش. صافي مني جيت طلعت الغد اللي جيت لدارنا مع عزيت في الليل وجيت لدار لا عند والديا، وصاونوا عليا المديره ديال المدرسه اللي كيقراو فيها ولادي. قالت لي راه ولادك عندهم امتحانات وما جيتيهمش. انا مني جاب لي جندارم ما قدرتش نرجع لداري. قلت لي صافي راه غنحاول انني غنجيبهم والصباح عاودي لي امتحان. جبتهم 2 في الليل، ما دخل عندي ما والو، بات الفوق ما شفتو ما شافني. انا في الطبقه التحتانيه والطبقه الفوق نعس الفوق. الصباح نط مع 7 فطرت وليداتي، جات الترونسبور داتهم لانهم على حساب الخدمه او سي بي فين خدام هو دايرين لي القرايه على حساب بريفي. مني داتهم الترونسبور رجعت انا تكيت مع العيا ديال العزو داكشي نعس. دخل عندي هو البيت، انا مني دخل غطيت راسي حقاش من وقت هذيك مع 7:30 انا شفتو. مني دخل غطيت وجهي مبغيتش نشوف فيه انه داعيني ودار لي داك المظهر داكشي. دخل داز جيت للبلاصه ديال الشبكه اللي فيها الحوايج وكلشي، كب شي ما ولا شنو وشعل البريكه. خرج هذيك الملكه بحال ساعدت العافيه بالزربه. انت ما شتيش كب، غير كتقولي زعما احتمال ملي شتي العافيه دغيا شدات. دغيا شدات. غير خرج هو شميت انا ريحه العافيه بالزربه، شدات ليا في الحوايج. عيطت على البوليس، انتقلوا جاو عندي بالمصورين بكلشي، صوروا الحادثه وطفاو البوليس، طفاو معايا العافيه ومشيت معاهم ودرت محضر. كنتفاجئ ملي كنمشي لعند البوليس كيقولوا لي من بعد تنعيطوا عليك، خاصنا تلقاو القبض عليه في واتزام، تلقاو القبض عليه. دابا هو مني كيدير ليا شي حاجه كيقول لي خطيتك في جيبي، سيري جري طوالك انا خطيتك في جيبي. بقيت مده شهر وكثر، وهو داك البوليسي اللي عنده المحضر كيدور فيا. ملي كنمشي عنده كيقول لي سيري لا في حالك ما لاقيه ما ديري مصدعاني، سيري تنعيط عليك. هادشي في 2024 في 2024 في شهر 4. بقات انا وليت كنتهرب من ملي كنمشي نشكي بيه، كنتنهصر ما كيتعطانيش حقوقي. وهو من اللي ظالمني سي فلان ويسلموا عليه وقدامي وانايا كيقمعوني. مني ندوي يقول لي سكسي. بقيت كنتبعه مني ما عطاونيش حقي داوها للحفظ. دابا اليوم مني جيت نهار 2 هذا اللي داز، جيت لمحكمه الاستئناف هنا بخريبكه، جبت الرقم من واتساب قالوا لي راه في الحفظ ما كاينش ما يدلي، ورغم انني هما البوليس صوروا انا عندي فيديوهات. ودابا غنديرهم في السيديات وغنعقب نقدم المحكمه ديال واتساب. وكنطالب من القانون انه ينصفني، لانني هذا السيد ظلمني وتعدى عليا بزاف، وديما حقوقي كتضيع، ديما حقوقي ضايعين. هذه ماشي هي الشكايه الاولى، غير مؤخرا راه كنتي تواصلتي معايا عينيك زرقين مضروبه،
شنو وقع في هذه الواقعه الاخرى ثاني فاش كنتي؟ هذه لقيته مع بنت قد ولدي الوسطاني خيانه، كيدوي معاها في الليل. هي راسله ليه فيديوهات ديالها كتشطح، الصور ديالها بالاوديوات، هو يا صباح الخير وريتي انا راه ما نبغيكش تدبالي ليا، اشنو كتبغي نشري لك؟ هي كتقول ليه شعري كيبزق ليا، بغيت شي حاجه، كيقول لها انا درت لك واحد الاسم ديال المحل اللي متواجد بواتزام، عنده مشهور، عنده غير سمعت الاسم بلا ما عنده غير الاجهزه الكهربائيه. قال لي راه درتو لك، سيري تقداي من عنده اللي بغيتي. مشات تقدات فرفاره، تقدات سوشوار بالاوديوات، تجيب ليها الريحه، شاري ليها بيجامه، شاري ليها تروسينات، كيدير ليها في البيرمي. وقدمت هادشي كامل وضاربني ومعدي عليا. شدوه يومين، مني جاو شدوه طلع فوق الدار، بغى يحاول محاوله انتحار. قال لهم انايا ما بغاش تعطيني حقوقي، ما بغاش تعطيني نتزوج بهذه اللي كنبغي انا غنتحار. وبحضور البوليس من يبقاو كيهدنوا فيه، داو اعتقلوه 48 ساعه يومين. تقدم عند هذه دابا اللي داير معاها علاقه حسب القول ديالك انتيا وحسب قلتي الادله اللي عندك ودوك لي زوديو اللي سمعتينا وهذا، شحال في عمرها هي؟ زيد في 2005. وهو زيد 77، كبر منها ب 30 عام. والمشكله هي انها قريبه ليا في السكنه، بنت جيراني، بينه وبينها غير زنقات. ما كيمشيش هذا السيد الباع ولا عاشق الاولى اصلا فايته هو شادها معاها ودرت ليه التليفون ديتو عند البوليس ودا. حتى هي كنتقدم من عند باها وخوتها، كنمشي عندهم، كنعرفهم وكيعرفوني. ودرجه الماكله الاولى جاب الماكله لولادي وضرتهم، كيجيب الماكله من عند عاشقته لولادو. وتصرعيت عليه، قلت لي هاد المره ما تبقاي تجيب لي الماكله لولادي من عند شي وحده كتعرف. وهذه اللي تعرف عليها كانت خدامه في التعاونيه في العطله، هي كتقرا وخدمت في التعاونيه وكيجيب لي من عندها اللبن. ودابا ولادي بجوج شعورتهم كيطيحوا، ولادي كلهم تاداو في صحتهم، كيجيب لي الماكله من عند عاشقته. وتصرعيت عليه شحال مره كنقول ليه عمرك الماكله ما تجيبها ليا، عاشقتك راه ما غاديش تبغي لك ولادك، ما غتبغيش، راه غتاديهم. وعندي دابا ولادي نعرضهم على الطبيب. هاد السيده دابا اللي انت كتقولي دابا عنده علاقه بها وتيصرف عليها، واخا تيصرف عليك حتى انت ولادك؟ ما كيصرفش عليا دابا. انا الجوع، هذا يعني الجوع والتعذيب. شحال كيتخلص؟ كيتخلص فوق 2 المليون الشهر، وعنده 2 بريمات في العام. هو خدام، الخدمه ديالو زوينه، كيخدم في لابوراتوار ديال التحاليل في الضاوي، عنده 2 المليون والزياده في الشهر. وكيشد 2 بريمات، كيشد بريم في 30/7 وكيشد بريم 30/12. ولكن راه قلتي لي هذا السيد راه ما تيمشيش للخدمه. ما كيمشيش. كيفاش ما كيمشيش؟ دابا هذه العام كامل كيخدم يومين، كيدير عليها 3 اشهر مالادي، وهو ما مريض ما والو. هذه هي النقطه اللي معذباني في حياتي، لانه هاد البركه اللي كيبرك في الدار بيها كيعذبني، كيبرك نهار كامل هو كيضرب فيا. وشاد الميساجات مع صحاباته. واش كناشد السيد مصطفى التراب المدير العام ديال الفوسفات. انا كنعرف ان الخدامه ديال الاو سي بي عندهم شهر في العام كونجي، ولكن هذا السيد راه عنده العام كامل كونجي، كيخدم يومين، كيدير 3 اشهر مالادي، وهو ما مريضش. وانايا كنتحمل الهضره اللي كنقول مستحمله اي عقاب. ممكن تكون يتعارض على الاطباء، ما عنده حتى شي مرض، ما كيعاني من حتى شي مرض. زعما اللي كيقول باش مريض مثلا تيدير هو مرضي، كيمشي للطبيب كيقول ليه مرضي، كيسني ليه الورقه، ما كيقدم حتى شي وثيقه، ما دير راديو، ما دير سكانير، ما كيشرب ادويه، ما حتى شي حاجه. وهو صحيح هذيك الصحه ديالو كيبات جالس عليا انا ولادي، الضرب، العنف، الهضره الخاسره، نفطروا بالدفال وبالمعيور. تنعدي عاد داكشي اللي كان. طلعنا السطح ديالي يحكم ديمقراطي، واش السطح ما نطلعش ليه؟ دابا عندي دار فيها الفوق والتحت، ما خاصنيش نفوت البارطمان اللي وماشي شي اصلاح. داري ما مصلوحاش، الثلاجه ديالي محطوطه حاطاها فوق العواد، الدوش ديالي كيخرجوا منه الطوبات، البريك ما مرطبش. يعني ما مكمليش حتى الاصلاح؟ ما عنديش الاصلاحات، وعايشه على واش المرات مورلو صيبي عايشه في حصيره، وانا دابا انا شفت الاساس ديالك جيت عندي حصيره ديال الميكاد كيما خديتو كيما باقا، واحد البونجات ديال الارض. ما عنديش شي حاجه الا صابني كنتفرج يحيد عليا الخيط ديال التلفازه، ما كاين الصابون مقطع ليا الخيوطه. انا كسوتي. علاش هادشي كامل اختي؟ كيعذب فيا قال باش مني مشى في 2017 وطلب الطلاق، وجاني محقاش انا عندي السنين ديال الزواج انا وياه من 2002. مني قالوا ليه غتعطيها واحد القدر وجاه كبير، كيعذب فيا، بغاني باش انني نهز حويجي
ونمشي لدارنا ونسمح انا ندير الطلاق ونسمح في كل شيء. يعني كاع داك الصبر اللي صبرتي وداك المعاناه وداك المعاونه اللي عاونتيه تمشي كلها مشات في الزيرو، لدرجه انه ملي كان بارك من الخدمه كان كيدير مع جوج تعاونيات، وحده في فيني وحده في ولاد عزوز، كيجيب ليا 160 الصباح و160 عشيه، نصها كنروبو كنصايبو ريب ونصها كناخذو البن. وانا ماشي بنت العربيه، وحاولت ان تعلمت وناضلت وبشهاده الجيران والناس وكل شيء شافني، وشهر بقى فيا الحال بزاف. كان الحاجه الوحيده اللي بقات فيا هي انني ناضلت معاه ووقفت معاه في الزناقي. كنقول يا ريت كون ما وقفتش معاه تترسم، يا ريت ما عمري ما كنت خرجت معاه حتى من ذهبي بعته وصرفته وجدته ماكله وجدته، ولحد اليوم ما ردش ليا. الخاتم ديال الزواج اللي رمز ديال الاداء بعته، طوانقي، براسليه، اي حاجه جبتها ديال الذهب من دارنا. انا الوالد ديالي ميت والام ديالي دايره لنا شي حاجه ديال الذهب، كان اي حاجه بعتها وكنعطيه. كنقول ماشي مشكل مني هو غيترسم داكشي راه غيرد ليا، ولكن للاسف ما رد ليا حتى شي حاجه. بالعكس داك النضال اللي كنت كناضل معاه انا باش يوصل مني ترسم، هو كيناضل عليا باش ينفيني، باش يطيحني، ما يخلينيش تخرجي من الدار. بغاني نخرج من الدار. واخا الملف في الاخير فاش تواصلتي معايا عينيك مضروبين زرقين، درتي شهاده طبيه، عاودي لنا هاد الواقعه هذه شنو وقعت فيها؟ تنصفتي ولا ما تنصفتيش؟ شنو وقع؟ مشيت للسبيطار ديال المخزن لانني ما عنديش الفلوس، ما كيعطينيش قيمه الحمام. الا مشيت ليه يعطيني قيمه الحمام هذه غير مره في الشهر، كيمشي هو يخلصه وكيمشي، ما يعطيكش الفلوس في يدك. ما يعطينيش الفلوس في يدي، كيخلص الحمام بحال هذاك الحمام فيه غير داك الخلاص ديالو صافي. هذه مده مره في 3 شهور ولا 4. ما عنديش باش ندير سيرتيفيكا، اضطريت انني نمشي للسبيطار ديال المخزن. هو كان مشارك مع واحد الجمعيه ديال ضد النساء، العنف وداكشي ضد النساء في واتزام، كان منخرط معاهم باش مني عارف راسو اش كيدير باش يوقفوا معاه. اكتشفت انه داهم وسبقني عند ديك المساعده الاجتماعيه في هذا الدواء معاها بانه زعما راه خدام، ولا دارت عليا شي سيرتيفيكا واعتقل غطي عليه الخدمه. مني دخلت على الطبيب انايا ما قلبنيش، ما ناضش، ما شافش، وجهي كله منفوخ وعندي صور صورتي ليا في عينيك وداكشي كل شيء ما تقلبتش. وكنقول لي مضربني بموس مقلوب لظهري وكان عندي الاثار وما قلبنيش الطبيب. دار فيا سنه ليا 16 يوم، وهو اللي ضاربني عطاو 15 يوم. البارح كانت عندي الجلسه مني عطاوه نفس الطبيب ولا ما عرفتش حقاش دارها بريفي، دار هو بريفي خلص عليها. واخ مني خرجوا شدوه البوليس، وكان بغى يطيح من فوق الدار على حساب هاد الاوديوات ديال صاحبته والضرب اللي كيضربني. بغى يطيح من فوق الدار، شدوه يومين، قدموه للمحكمه، حكموا عليه بخطيه اللي هي 100,000 ومتابع غير في التقديم. لا ماشي حكموا، كفاله يعني كفاله، كيخرج بكفاله. خرج بكفاله شحال فيها؟ 100,000. عطى 5000 درهم. 5000 درهم وخرج متابع. غير بوحدو اللي تقدمتي انت؟ لا تقدمت انا وياه. الجلسه الاولى اجلونا، قال لك الجلسه الثانيه اللي هي الاربعاء اللي فاتت. مني مشيت دار هو محاميه، طلبت المحاميه التاجيل، عطاوها سيمانه. انا قالوا لي ديري محاميه، قلت لهم ما عنديش، انا غندوي على راسي. البارح كان عندي الجلسه مع الوحده، مني دخلنا نط انا وياه، هادشي في واتزاب. نعم. مني نط بدات المحاميه ديالو كدوي، قالت ليه نعم سيدي، هاد السيده راها خائنه، كتخون الزوج ديالها، راها كتمشي مع الرجال. وانا ندوي، قلت ليها سمحي لي، ما تقوليش، ما تهينينيش بالشرف ديالي، راه قسم المحصنات عندك شي دليل قدميه للمحكمه، ما عندك شي دليل. وهي تقول للوكيل نعم سيدي، هادي راه عينيها خارجين، شوف اش كدير ليا انا، وعاد اش غدير لراجلها، هادي راه ما فيهاش الاحترام. انا هاد المحاميه باغا نتابعها، كتمسني في الشرف ديالي وكتعايرني، كتقول لي عينيا خارجين. انا رانا وياها في محكمه وقدام قضاه، ما خاصهاش والنيابه عامه ما خاصهاش تهينني وتقول لي عينيك خارجين. تهماتك بانك تتخوني الزوج ديالك، قدموا شي حاجه ما كايناش، ما عنديش. انا اللي دايره شكايه ماشي هو، انا اللي دايره شكايه بانه كيخونني، ومقدمه قرص للمحكمه ودايره شكايه بالضرب. دابا هو فاش خاصو يتحاكم بانه راه كيضربني وعندو الخيانه، المحاميه ديالو كتقول لهم راها خائنه وكتخونو، راه هي ضربته بموس وعندو الغراز. وهو ملي كنبغي ندوي نقول لهم يوريني هاد الغراز، انا ديوني دابا اعتقلوني. ملي كنبغي ندوي كتعايرني المحاميه. واش انا في الجلسه قدام
هيئه فيها النيابه العامه، فيها القاضي، فيها ما خاصهاش تقول لي عينيك خارجين. حنا وياها راه ماشي في السوق ولا في الحمام ولا باش تقول لي عينيك خارجين، ما عطاونيش الكلمه. رئيس الجلسه ملي قالت لك بحال هكا اتهمتك بالخيانه واتهمتك بعينيك خارجين شنو حاجه وحده مني قلت ليه نعم سيدي راه كتمسني في الكرامه ديالي، قال لي بقاي في حدود الملف. وهي تعقبيه تقول لي وراه كتمشي الدور ما كتجي حتى 6 ديال العشيه، فين كانت؟ راه كانت مع صاحبها، دابا هي محاميه ما خاصهاش نهضروا كان بحال هادشي يهضر الواحد بالادله وبالادب. ما عندهاش حق هي باش تقول لي انت عينيك خارجين ودير. انا راه انا داويه دير بحال محامي كينوب عليا، ما خاصهاش هي تعاير معايا في المحكمه اصلا. وانا كنطالب بالقانون اللي كيتابع هاد المحاميين. انا باغا نتابع هاد السيده اللي كتهمني في الشرف ديالي وما عندها حتى ادله وكتقول لهم هاد السيده راه فاسده وراها كتخون الزوج ديالها. كنطالبه تعطيني شي ادله ولا يتابعوها. وكنطالب باي واحد عنده شي علاقه اللي يعطيني الحق ديالي منين كنت انا في المحكمه، تعطاني حق الكلمه. ما عندكش باش ديري محامي؟ ما عنديش باش ندير محامي وما كيعطيونيش حق الكلمه. ملي كندوي كيقول لي سكتي ولا تخرجي، سكتي ولا تخرجي. ما عطاونيش حق باش ندوي. وهي كتقول لهم كنطلب البراءه، الموكل ديالي راه هي اللي ضاربه موس وعندو الغراز وهو ما عنده حتى غرزه في ذاته. وهانوني بزاف وظلموني. ودائما انا كنقدم به شكايات كنحس بالحقره بزاف، لانني ما عنديش اللي وقف معايا. انا الوالد ديالي ميت وما عنديش اللي وقف معايا. كنحس براسي واقفه بوحدي وهو دائما كيقول لي خطيتك في جيبي وسيري جري طوالك. انا راه عاب 2 زرقات 3 زرقات ما تسواي قدامهم والو. وفعلا مره ثاني على الخيانه وعلى الضرب عندي سيرتيفيكا فيها 64 يوم ومشات للحفظ. وجيت درت 64 يوم ومشات للحفظ. الشهاده منين جبتيها؟ شواهد من سبيطار المخزن. تابعني الضرب، عندي 2 شهادات في عينيا في راسي، كل ضربني بالجاج في كل كنت مضروبه. ما تمش الاعتقال ديالو؟ ما تمش الاعتقال ديالو. مشات للحفظ. منين لقيت ورجع عادي بحال حتى حاجه ما كاينه. مجيت عند وكيل الملك ديال محكمه الاستئناف دوا معاهم قال لهم هذه. دابا قدمتي بلاتي عافاك اختي باش نمشي معاك، انت قدمتي شهاده طبيه فيها 64 يوم بانه هو اللي ضربك. هو اللي ضربني. فين ضربك؟ في الدار؟ لا ضربني في الدار ومعدي عليا ومكرفسه قدام وليدات؟ قدام وليداتي وعندي الدم في عيني وكنعيط على البوليس وكتجي لومبيلونس هازاني من الدار وداوني وداروا لي سيرتيفيكا وكل شيء. ومني كنمشي عند البوليس ما كيعطيونيش حقي. واش السيرتيفيكات فيهم 64 يوم. الدمايات داتي كلها من سبيطار عمومي كتجيبي هاد الشهاده ماشي بريفي؟ لا من سبيطار عمومي. والمساعده الاجتماعيه هي اللي كانت يعني الطبيبه الشرعيه اللي الطبيبه الشرعيه هي اللي كنمشي عندها. وهما المخزن اللي كيديوني في الامبيلونس. مشات للحفظ وانا نجي درت شكايه لوكيل الملك مني الوكيل العام هنايا في محكمه الاستئناف. دوا معاهم. فوقاش هذه العام اللي فات. صافي مشى الوكيل عطاهم امر بانهم يجبدوا لي الملف ديالي من الحفظ عاد باش شدوه في السوق. والسيد اللي كان مكلف بالشكايه ديالي كان كيعايرني. واصلا انا شكيت به في واتزاب عند الوكيل قلت لهم فلان راجع عندي للزنقه وراه كاين وها كاين وراه صاحبو راه هذا رجل امن. هذا رجل امن. ومني شكيت به عاد هو اللي شدو في السوق. وكان بامكانه يشدو بلا ما ندير شكايه. بلا علاش درت شكايه وعاد يعني انت دابا في الداخل ديالك تتحسي بانك تتحقري، كتحسي بان هو يعني كاين ميول ليه، هذا احساس ديالك انت. ولكن ربما هنا تثبت في هذه القضيه هذه اللي حفظوا فيها 64 يوم وتحفظات وجيتي عند السيد الوكيل العام خدا لك حقك. خدا لي حقي. خرجوها من الحافظ. ودار معايا واحد الورقه كتبها معايا عند كاتب عمومي غيعطيني 5000 درهم شهريا فيها كسوت ولادي وما انت ما تاكلي ما تشربي. عامل ناكل وما نشرب انا ووليداتي كيخلينا بلاش. قال لي صافي مصروف. وسمحت يعني مقابل ما ناكل وما نشرب انا ووليداتي. وكنقول ليه انا الا بغى الزنقه غير يخليني انا ابار ليه، ما يجيبش ليا شي مرض بغى الزنقه يمشي للزنقه ما يبقاش يجي عندي انايا وما يبقاش يضربني وما يبقاش يتكرفص. ويعطيني هاد 5000 درهم انا هاد 5000 درهم شهريا فيها كل شيء. فيها كسوتهم صباطهم ماكلتهم اي حاجه خصتهم نشري ليهم منها. كسبها معايا يعني هذا التزام كسبها معايا مقابل تنازلي لي لان غنمشي للحبس. تنازلت لي على الدعوه ولكني داروني بحال ما هذيك الدعوه ما مشاتش
كما قالوا لي تنازلتي اختي، درت تنازل بهذاك المقابل المبلغ واخا داك المقابل التزم لك به ما التزمش به، ما كيعطيش. حيت هنايا ما تقوليش ما خديتش حقي، ها هي خرجت من الحفظ، ها الاجر ها ما شدوه اوتوماتيكمون غيمشي للحبس.